السلام عليكم. امبارح نزلت اسك على الانستجرام وقلت اي حد عنده مشاكل في صناعه المحتوى او اي حد عنده مشاكل في المونتاج او اي اسئله بتدور حواليه هرد فيها على اليوتيوب، والحمد لله جت لنا اسئله كتيره جدا وهنجاوب عليها النهارده في الفيديو ده. ومعانا ضيف عزيز من اعداد القناه وهو اللي هيسالنا الاسئله دي، اخويا وابن عمي والسكريبتر بتاع القناه اسامه احمد. اتفضل يا عم اسامه. الله اكبر. الحمد لله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش الاسئله على طول عشان ما نضيعش عليك وقت. نفسك توصل ليه في المجال ده؟ اولا الناس اللي بتخش صناعه المحتوى بيبقى هدفها واحد بس، انها تحقق ربح مادي. ولكن ما اكذبش عليك، اي حد بيبقى نفسه انه يحقق الربح المادي علشان، ولكن انت لو حطيت هدفك في الربح المادي علشان تخش صناعه المحتوى هتيأس على طول. الناس فاكره لما تجيب 1000 مشترك على اليوتيوب وتجيب 4000 ساعه هتلاقي الدولارات نازله عليك. لا، انا لغايه الان ما بطلعش ارباح من اليوتيوب وعندي حوالي 31000 ساعه على القناه. متخيلين؟ 31000 ساعه ونص مليون مشاهده. ولكن انا هدفي من صناعه المحتوى كرأي شخصي كأحمد ان انا اكون ليا اسم، اكون ليا. يعني انت مش داخل المجال ده عشان الفلوس، ولا انت كنت داخله في الاول عشان الفلوس وبعد كده غيرت رايك لما بص، اقول لك على حاجه. انا من عندي 6 سنين بعمل فيديو على اليوتيوب، هتلاقي عندي 500 فيديو. فانا اصلا والله العظيم عرفت ان الارباح ان اليوتيوب بتجيب فلوس والله من قريب. انا فاكر ان انا لما اخش صناعه المحتوى انا كان نفسي اوصل لحاجه معينه، ولكن كده الفلوس بتيجي. بس انت ما تحطش هدفك الفلوس في الاول خالص. اللي يحط هدفه الفلوس مش هتجيله. الطريق صعب ولازم تثبت نفسك، علشان لو ثبت نفسك مش هقول لك اليوتيوب، اقول لك على الاقل سبونسر. ما انت لما تبقى تكون ثابت نفسك في مجال هيجيلك سبونسر في المجال بتاعك، صح ولا مش صح؟ انا عايزك تسأل نفسك سؤال. لو انت داخل صناعة المحتوى عشان تحقق فلوس بس هتيأس وهتطلع من اول الطريق. بتمنتج على الموبايل ولا على الكمبيوتر؟ انا بمنتج على حاليا كمبيوتر دافنشي ريزولور وادوبي بريمير وافتر افكت. انت بدأت على الكمبيوتر ولا بدأت على التليفون؟ بص بقى، يعني النقطة بقى اللي الناس سألتني فيها كتير، نبدأ على الكمبيوتر ونبدأ على تليفون. امبارح لما نزلت اسك على الانستجرام على الصفحة الكبيرة عليها 5000 جالي فوق ال 100 سؤال ورديت عليهم على اهم الاسئلة، وكان اكتر من 20 سؤال متكرر. نبدأ على الكمبيوتر ولا على التليفون؟ اولا اللي معاك ابدأ عليه، ولكن معاك كمبيوتر ابدأ على الكمبيوتر. ليه بقى جنب؟ لانك هيبقى معاك يعتبر كل البرامج الاحترافيه زي ما قلت لك، ادوبي بريمير وادوبي افتر افكت ودافنشي ريزولور. وعندك دافنشي ريزولور ده احترافي جدا ومجانا. لو اتعلمت دافنشي ريزولور ده لان هو صعب شويه هتبقى عن كتير المجال حرفيا. ولكن زي ما قلت لك اللي معاك ابدأ عليه، علشان لو انت هدفك من صناعه المحتوى وتدخل منها فلوس من المونتاج، لا ابدأ من على الكمبيوتر. لكن انت صانع محتوى معكش كمبيوتر، انا اعرف ناس بتمنتج من على الموبايل وتعمل مونتاج احتراف اكتر مني. انا منتج مش احتراف ولا اي حاجه، انا منتج عادي. تمام.